في ناس لما بتيجي تشتري عربيه بتدور على الراحه، وفي ناس بتدور على الاداء، وفي ناس بتدور على الشكل. بس الحقيقه ان في مرحله كده في حياتك هتلاقي نفسك كده بتدور على الانتخه، مش اللي هي عربيه مريحه يعني، لا، اللي هي عربيه تنام فيها، عربيه تخاف تسافر بيها بالليل وانت مش شبعان نوم لاحسن تركن وتنام في السكه. اهي بقى دي ستروين سي 5، قمه الانتخه في العربيات. والعربيه دي في حاجات كتير عجباني، بس انا اقول لك على اكتر 5 حاجات عجباني في العربيه دي غير موضوع الانتخه ده، يعني ده الوش بتاع الكريمه بتاع الموضوع. اول حاجه في العربيه دي ان فيها حاجه اسمها فرونت كوليجن وورنينج، نظام منع التصادم الامامي او التحذير من العوائق الاماميه، وده شغال عن طريق الرادار اللي موجود هنا والكاميرات اللي موجوده هنا. العربيه لما بتشوف حاجه قدامك بتقول لك خلي بالك العربيه اللي قدامك دي قريبه منك عشان تحذرك، ولو لقيتك بتقرب عليها اكتر بتقول لك خلي بالك وقف، ولو لقيتك خلاص هتخش في العربيه بتمسك فرامل الاوتوماتيك عشان خاطر تحميك لا قدر الله من انك تخبط في حاجه قدامك، والحوار ده جامد قوي. الحاجه اللي بعد كده هي التغيرات اللي حصلت جوه الكابينه. في تغيرات كتير حصلت جوه الكابينه، منها مثلا ان الشاشه الرئيسيه بتاعه العربيه نزلت من فوق لتحت عشان تديك رؤيه احسن للطريق ويبقى استخدامها اسهل وانت سايق. كمان الانوار اللي اتعملت في الكاب هولدرز عشان تنور لك الازاز بتاعتك بالليل، وكمان المساج بتاع الكرسي اللي فيه 4 مستويات للقوه وفيه وضعيات كتير، والميموري اللي معموله في كرسي السواق عشان تسجل الوضع المفضل ليك، عشان صاحبك التنح اللي بيركب العربيه مكانك وبيرجع الكرسي لورا عشان يتصور ويفضل يرجع بيه لغايه ما يوصل بيتهم، فتيجي تركب العربيه بعده ما تعرفش تظبط الكرسي، فهتروح دايس على الزرار برجع الكرسي في الوضعيه بتاعته تاني. ومن ضمن الحاجات اللي موجوده في الشاشه الرئيسيه الجديده بغض النظر انها فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وممكن تشغل منها جوجل مابس، النافيجيشن اللي موجود في العربيه شغال كويس جدا وكمان محدث، فممكن تستخدمه في انك توصل لعناوين معينه، والاهم ان هو بيظهر على شاشه العداد اللي قدامك. خاصه بقى الحاجه اللي انا بحبها قوي يعني انك تشغل خاصيه 3 دي اللي هي بتجيب لك المباني والحاجات اللي حواليك 3 دي وانت ماشي على العداد قدامك. الحته دي جامده قوي 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 وبستمتع بيها جدا وانا ماشي. ثالث حاجه هي المساحات اللي بترش ميه بنفسها على نفسها، يعني بدل ما يبقى الرش من الكبوت هنا على الازاز، المساحات دي المساحه نفسها بترش ميه من جواها عشان ترش الميه وتنظف وتمسح من غير ذرات ولا اي حاجه، وهي تبان حاجه هايفه بس وانت ماشي على الطريق بتفرق معاك جدا ان المساحه نفسها اللي بترش الميه ما بيغرقلكش الازاز ويحجب عنك الرؤيه لغايه ما ينضفه، فدي بتفرق قوي في السفريات خاصه لو انت بتجري. اخيرا طبعا واجمد حاجه في العربيه دي هي الانتخه، الهيدروليك كوشنز بتاعه ستروين اللي هي براءه الاختراع بتاعه ستروين اللي بتخلي العربيه دي اريح عربيه في الفئه بتاعتها. والموضوع بكل بساطه لما تيجي تاخد حفره كده او بلاعه او مطب جامد وتلاقي الخبطه جت في المساعد سمعت في قلبك، ده ما بيحصلش في العربيه دي، لان الهيدروليك كوشنز بتاعت العربيه بتخلي العربيه لما تاخد مطب جامد بدل ما المساعد يتقفل للاخر ويخبط ويوجع قلبك، لا، المساعد بيجي عند الاخر كده قبل ما يخبط في الاخر بيبقى فيه مقاومه زياده بتقلل سرعته وتخليه يدمب حتى الحته الاخرانيه دي، ياخدها سوفت كده على الهادي يعني، فعمر المساعد ما يخبط بيك الخبطه الاخرانيه دي، وده بيديك راحه اكتر وبيترجم بقى انك وانت ماشي على الطريق بتلاقي العربيه دي ماشيه كانها عامله زي البساط الطاير بتاع سندباد كده، العربيه بتعوم على الطريق ثابته جدا بس في نفس الوقت تحس انها مريحه وهي ماشيه. واخر واهم نقطه بقى ان انا اخترت ان انا اشتري العربيه دي الاوتوفان دي موبيل اللي انا سايقها بقالي كام شهر، ودي العربيه اللي بتدعمنا في كل الشغل والتصوير اللي انا بعمله، والحقيقه ده عشان انا بمشي 2000 3000 كيلو في الشهر تقريبا، فمحتاج عربيه فيها انتخه، فاختياري للانتخه كان مع العربيه السي 5 الستروين الجديده دي. فدلوقتي بعد تقريبا 20000 كيلو متر من الاستخدام جه الوقت ان انا اعمل لكم ريفيو العربيه دي واكلمكم عنها بالتفصيل بكل حاجه موجوده فيها، فاستنوا قريب ان شاء الله الريفيو بتاع العربيه.